هنا كنت وصلت المسجد النبوي، بس احنا وصلنا في الليلة دي بالليل. فقلت ايه، قلت انا هصلوا الفجر. فرحنا في صلاة الفجر. زي ما انتوا شايفين المسجد جميل جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مساحته حلوة اوي المسجد. كنتش لسه وصلت عند قبر الرسول، وكانت اول مرة اروح. وطبعا زي ما انتوا عارفين الواحد بيبقى رايح مش عارف السكة اصلا. دخلت من بوابة وطلعت من بوابة تانية، تهت طبعا. بس ايه، يعني الحمد لله. في مهندس مصري قال لي ادخلي تاني من المسجد النبوي واطلعي دوري على البوابة اللي انتي دخلتي منها طالما حافظة رقمها، وايه اطلعي منها تاني. وده اللي عملته. هنا زي ما انتوا شايفين اسراب الحمام حوالين المسجد، مش بتدخل جوه المسجد النبوي خالص. ومفيش اي حاجه يعني مفيش اي هفوه كده ان اقول لكم في وساخه من الحمام او الحمام بيوسخ مكانه او بيدخل المسجد يوسخه، ابدا ابدا. حتى الساحات بتاعه المسجد النبوي الحمام ما بيقربش منها خالص. الساحه اللي جوه اللي الناس بتصلي فيها وبتقعد فيها لا، ما بيقربش منها. هو بيبقى في الساحه اللي بره دي زي ما انتم شايفين كده، والناس بترمي لهم اكل. حس جميل جميل جميل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله أكبر، كتير جدا في ساحة المسجد النبوي. هنا واحنا بنصلي الظهر فوجئنا ان القبة اللي فوق دي في المسجد النبوي بتتفتح، وبتتفتح ويبقى مننا للسما. وكنت قاعدة فوجئت ان هي بتتفتح بقى عقب كل صلاة. يعني بعد ما بتصلي الفجر بتنفتح، بعد ما بتصلي الظهر بتنفتح، بعد العشاء بتنفتح، في كل وقت وفي كل صلاة بتنفتح. بس فتحتها بتبقى الصراحة فتحة خير، بحس ان منك للسما كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الرسول يا حبايبي، صلوا على الرسول قلبكم يطيب. هنا وانا واقفة منتظرة ان هما يفتحوا. ده باب الملك عبد العزيز. ده باب من ابواب الحرم. بيفتحوه يوم الجمعة، لان عدد المصلين بيبقى كتير جدا جدا في المسجد في وقت صلاة الظهر والمغرب والعشاء. فبيبقوا فاتحين الابواب ديت عشان الناس تدخل وتطلع منها. دي القبة وتحتها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش عايزة اقول لكم ان دخول الرسول بتصريح، وان صعب جدا ان انتي تدخلي، ولو ضاع عليك التصريح اليوم اللي انتي مطلعه فيه التصريح صعب ان انتي تدخلي. بس والله كتر خير القائمين على امور المسجد النبوي، كتر خيرهم بجد، لان الضغط جامد والعدد كبير. هما بيحاولوا بقدر الامكان ان هما ينظموا الزيارة وتبقى زيارة منظمة وتقدري تدخلي وتدعي وتصلي. ده ساعة ما دخلت انا ما كنتش عارفة قبر مين ده، او اول مرة ادخل. ده قبر سيدنا عمر. احنا دخلنا من باب 37. ده قبر سيدنا عمر، وده قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش عايزة اقول لكم انا ما كنتش قادرة بجد. انا قعدت اعيط كتير وقعدت اصلي وادعي ربنا وادعي الرسول عليه الصلاة والسلام وابلغه سلامي وسلام اولادي.